السلام عليكم. انا عارفه ان اتاخرت عليكم، مش معامله ابدا. يعني ان انا اوعدكم كل اسبوع كده نعمل فيديو ويعدي 3 اسابيع ما نعملش. يعني هو بصراحه كان اخر اسبوع في رمضان انا كنت قصده، لان كان اخر 10 ايام فمش هنقعد نعمل فيديوهات. وبعد كده الاسبوعين اللي بعديهم كنت مريضه مرض شديد جدا في اول اسبوع العيد. بعدين كانت الطاقة الباقية المتوفرة بصراحة للشغل الأساسي اللي ما ينفعش يتسوف ولا يتأجل ولا يتفوت، فجيت عليكم انتوا. بس إن شاء الله إن شاء الله قلت الأسبوع ده ما ينفعش يعدي غير لما أنزل لكم حلقة. والحلقة دي أنا كاتباها من بدري جدا. عشان إيه؟ عشان يعني عارفة إيه أهم موضوع ممكن يتقال بعد العيد أو بعد رمضان، من ناحية الأهداف بتاعتنا بتاعت السنة والكلام ده. تعالى بقى نخش في الموضوع على طول ونبدأ. اكتر حاجه بنعاني منها بعد رمضان وبعد العيد حته التوهان. انا بقى تايه. انا كنت مركز بقالي شهر ونص في حاجات معينه، خلاص، وسايب حياتي ودنيتي ومش عارف انا كنت بعمل ايه. وناسي اصلا انا كنت ايه اهدافي وايه الحاجات اللي عايزه احققها. عارفين حاله من التوهان كده. طيب فانا بالتالي محتاج اللحظه دي ان انا اقعد قعده تانية مع نفسي وارتب اوراقي من جديد، لان مش بس رمضان والعيد خلصوا فانا في حاله توهان مش عارفه تستمر معايا قد ايه. لا، ده السنه اوريدي قربت تخلص. عدى اول ربع من السنه، احنا في شهر 4 خلاص في نصه، يعني يعتبر عدى اول ربع من السنه. لذلك عايزين نرجع اون تراك مره تانية ونفكر نفسنا احنا كنا بنعمل ايه. طب عشان اعمل التجميعه دي واضيع التوهان ده وافتكر ايه اهدافي وامشي ازاي والكلام ده، هنجيب ورقه صغنطوطه جميله. انا جبت الورقه دي خلاص، انا سايبه المساحه دي عشان اوريكم انا كاتبه ايه. هنجيب ورقه خلاص وهنكتب كده فيها اول حاجه. هو معلش كده بسم الله الرحمن الرحيم، هو انا ايه اهم 5 حاجات نفسي احققهم في حياتي؟ دي بنسميها كده ايه ببساطه الفيجن بتاعتي. ايه هي الرؤيه بتاعتي؟ انا شايف نفسي فين كمان 3 4 5 سنين؟ حلو، يعني ايه رؤيه كده بعيده المدى. ماشي. طب انا مش قادر، احنا مش عايزين نكبر الموضوع، انا بس ايه الهدف الكبير وما تزيدش عن 5 حاجات. يعني انا من انصار 2 3 4، بالذات للايه للاشخاص اللي هم احنا لسه بنضيع في النص ولسه ما نعرفش نستمر في الحاجات. فكل ما قللنا الاهداف بتاعتنا كل ما عرفت امشي فيها اكتر. بس عموما في الفيجن حط الفيجن اللي انت عايزها، بس ما نزيدش عن 5 حاجات. فهنعمل ايه بقى؟ انا هوريكم بس انا هعملها ازاي وانتوا ايه عشان تبقى بسيطه في ورقه واحده. هكتب هنا مثلا الفيجن، هي مش باينه اطلاقا بس ايه هنحاول. دي الفيجن خلاص. هعمل كده 5 حاجات: 1 2 3 4 5. واكتب هنا ايه اهم 5 نقط في حياتي انا نفسي اوصل لهم. تعالوا بقى ندي امثله بحيث ان الامثله بتاعتنا توضح انا اقصد ايه، عشان خاطر ايه ما تتوهوش مني. مثلا ممكن نقول انه يعني هدف من الاهداف ان انا اكون خلال 5 سنين خلاص اتممت حفظ القران. ده نوع من انواع الرؤيه بتاعتي لنفسي. ان انا اكون وصلت مثلا لل70 كيلو، ممكن يكون انا وزني وطولي الوزن المثالي بتاعي هو ال70، فانا شايف نفسي خلال 5 سنين انا وصلت لل70 كيلو. انسان رياضي جدا ورشيق. فدي الفيجن بتاعتي. ايه ممكن تاني؟ ان انا اخد البي اتش دي، ان انا اكون من حملة الدكتوراه خلال 5 سنين، شايف نفسي ان انا وصلت لمرحله الدكتوراه. ايه تاني؟ مثلا لو حد بيصنع محتوى، ان انا اكون في صناعه المحتوى مثلا حد معروف في الفيلد بتاعي. اوكي، دي الفيجن بتاعتي. احلموا، عايزين نحلم في الفيجن ديت. طيب ايه تاني ممكن اكون؟ ان انا ابقى لبلب في الانجليزي واخش امتحان الايلتس واجيب 8. خلاص اهو 8 في الايلتس. ماشي. مش واضحه قوي بس انا عايزاكم تشوفوا ايه بشكل كروكي انا عاملاها ازاي. طيب بعد ما عملنا دي اول خطوه اللي هي الفيجن. نحلم ونوسع فيها مداركنا بس ما تزيدش عن 5 حاجات. عايزين بقى نضيق نطاق الرؤيه بتاعتنا دي وننزلها على قد سنه. ايه اللي ممكن اعمله في سنه يوصلني للفيجن بتاعتي ديت؟ فتبقى ستيب رقم 2 خلاص هنكتب عليها السنه 25 مثلا. اوكي، في السنه دي ال5 نقط دول هحطهم ازاي على ارض الواقع في السنه؟ فهبتدي احط اهداف
واقعية يتناسب مع كلمة سمارت، أهداف ذكية، هدف قابل للتحقيق خلال سنة، واقعي، أقدر أنا عليه، أوكي، وأعرف إن أنا أقيسه. طيب ازاي بقى؟ مثلا هنعمل برضو كده نفس الحكايه، 5 حاجات 5 خانات على الاهداف ديت. فانا هدي مثال وانتوا اعملوا شبهه في الحاجه اللي تخصكم. انا مثلا واحد وزني 100 كيلو، اوكي، فهحط هدف ايه عشان اوصل لل70 ده خلال 5 سنين؟ هدفي خلال سنه، اوكي، ان انا اخس 10 كيلو. خلال سنه انا مطلوب مني احقق الرقم ده فقط لا غير. نيجي مثلا عند حفظ القرآن، مطلوب مني السنة دي ان انا هحفظ بس 6 اجزاء، ادي اهو 6 اجزاء، تمام. اللي انا بقوله مش معناه ان انا هكتب الاهداف دي كلها، ممكن اكون انا اصلا واحد ما عنديش غير هدف واحد في الحياة، حلو، اقسمه على بالطريقة دي. ال5 دول للناس اللي هي انا عشان ادي فرايتي في الانواع الاهداف بتاعتي اللي انا ممكن اديكم امثله عليها. وتاني حاجه للناس اللي هي اوريدي ماشيه في اهداف كتير وعايزه تحقق اكتر، اوكي، فاحنا بنضرب مثال، مش لازم تاخدوا كله. هدفي مثلا في صناعه المحتوى عشان ابقى حد معروف بعد 5 سنين مثلا، انا عايز السنه دي ان انا انزل حوالي 100 فيديو، اوكي، فهمتوا اقصد ايه؟ الخطوه رقم 3، هقسم الاهداف دي على كوارترات في السنه. احنا عندنا السنة لو هنقسمها على 3 شهور فانا عندي 4 كوارتر، 4 تربع، اوكي. فانا هقسمها على، فاكرين فكرة معرفش سمعتوها قبل كده، فكرة ال 12 اسبوع، 12 اسبوع في 3 كوارترات، تمام، اوكي. فانا عندي اول كوارتر، اول 3 شهور اللي هيبتدي من مثلا من شهر 5، 5 6 7، ده تاني كوارتر في السنة. هعمل فيه ايه؟ هبتدي برضو اقسم الاهداف دي على ال 12 اسبوع. على سبيل المثال لو هنتكلم عن حفظ القرآن، فانا مطلوب مني في ال3 شهور ان انا احفظ جزء ونص، ادي اهو جزء ونص. طب مطلوب مني من ال10 كيلو كام؟ من 2 ل3 كيلو. جه 2، اوكي، احنا في السليم. 3 احنا تمام، اوكي، من 2 ل3 كيلو في ال3 شهور. في خطوه بقى صناعه المحتوى، انا عايز اوصل إيه ان انا ال100 فيديو دول اقسمهم ازاي على ال3 شهور، ال 12 اسبوع. هقول مثلا ان انا مطلوب مني انزل مثلا من 20 ل 24 فيديو، انا مش حاسباها بالظبط بس هي مش هتزيد عن عن الرقم ده، اوكي. الانجليش مثلا انا في انهي مستوى، واحط رؤيه ان انا الانجليش بتاعي ان انا عايز خلال السنه كلها ان انا انط 2 ليفلز، او انط مثلا ليفل واحد، مثلا اكون ايه 2 ابقى بي 1، او اكون ايه 2 ابقى بي 2، على حسب انا شايف ان انا هقدر قد ايه، تمام، من خلال خبرتي بنفسي السنين اللي فاتت. فاحنا عايزين نبسطها على نفسنا قد ما نقدر. انا خلال 5 سنين لو انا التزمت بالخطه دي هكون احسن واحد بيتكلم انجليزي في مصر. فانا مثلا هدفي لو انا واحد مستواي A2، هدفي خلال السنه ان انا اوصل لبي 2. حلو. البي 2 دي انا هقسمها هنا ازاي؟ هبتدي مثلا في الاول 3 شهور هقرر ان انا هدور على المصادر، اوكي، وان انا هشوف هذاكر من انهي مكان او هحجز في انهي مكان، و... وان انا مثلا اخد اول ليفل من اللي هم 12 مستوى اللي بيبقوا حاطينهم. واضحه؟ طيب نيجي بقى للخطوه الاخيره، انا عايزه ال3 شهور دول اقسمهم على الشهر، بحيث الورقه دي تبقى متعلقه قدامي، انا مش محتاج كل يوم ابص هو انا هعمل ايه النهارده، لا، انا خلاص بقيت ماشي على سيستم. الخطوه الاخيره اللي هي بتاعه الشهر هنعمل فيها ايه؟ هبتدي اقسم الاهداف دي على الشهر. انا دلوقتي مثلا مطلوب مني حوالي 20 فيديو او 24 فيديو في ال3 شهور. طيب فمطلوب مني في الشهر واحد انزل قد ايه؟ انزل 8 فيديوهات، يعني 2 فيديوز في الاسبوع. حلو الكلام؟ تمام. خش على الخطوه اللي بعدها، انا مطلوب مني ان احفظ جزء ونص في ال3 شهور، يبقى مطلوب مني ان احفظ نص جزء بس، 10 صفح في الشهر. حلو. خش بقى على ال2 3 كيلو، انا مطلوب مني ان انا اخس في الشهر حوالي من كيلو لكيلو ونص. ممتاز، هو ده هيبقى الهدف برضو ايه بتاعنا الشهري. حطيت الاهداف الشهريه، بعد ما احطها ابتدي احطها بقى في شكل ستيبس، خطوات واضحه. انا بما اني مطلوب مني همسك مثال اللي هو الحفظ مثلا بتاع القران، يبقى انا مطلوب مني ان انا كل يوم اقعد نص ساعه احفظ. انا حجزت نص ساعه لحفظ القران. في ال20 فيديو مطلوب مني ان انا انتج 2 فيديوز في الاسبوع. طب دول محتاجين مني ايه؟ يوم بحضر فيه افكار، يوم تاني بصور فيه، يوم تالت بمنتج فيه.
خلاص انا خلصت التو فيديوز بتاعت الاسبوع. شوفوا احنا لو انا بدأت معاكم بان احنا هنعمل 2 فيديو بس في الاسبوع، وبالذات صناع المحتوى هيفهموني ده قليل قوي، يعني انا هعمل 2 فيديو بس في الاسبوع، طب ده انا كده هوصل لايه؟ لكن لو انا بس انا مشيت معاكم بالعكس، من اول 100 فيديو في السنه، لا ده رقم معقوله ممكن اعمله، لو عملت 2 فيديو بس في الاسبوع. طب انا ممكن انط مستوى او مستويين كاملين في الايلتس في سنه، لو ذاكرت بس كل يوم النص ساعه ولا الساعه اللي احنا اتفقنا عليها. طب هو انا ممكن اخس 10 كيلو في السنه ولا 12 كيلو في السنه، لو بس التزمت ان انت تخسي كيلو واحد في الشهر. طب ان انا اخس كيلو واحد في الشهر دي ايه؟ مش هخش في امور الدايت وتفاصيلها والريزيستنس بتاعت الناس والكلام ده، بس انا هتكلم بشكل بيزكس. لو انا مثلا قررت ان انا اول شهر اقضيها صحي بس، تاني شهر قررت ان انا هروح الجيم مع الاكل الصحي، تالت شهر هبدا احسب السعرات. شوف انا خدت نفسي بمراحل ازاي لحد ما دربتها على الخطوه الصعبه. هو احنا عايزين نعمل كده وجماعه، هو ده السر للناس اللي بتوصل بيه اهدافها. فاحنا يا جماعه عايزين نبقى من اصحاب التغيير اللي ماشي على نار هاديه. ليه؟ عشان اولا مش هيرهقك، مش هيخليك تقف في النص، مش هيوصلك لحالات. احنا لما بنقسى على نفسنا قوي ونكتب هدف كبير وتاخدنا الحماسه، بنقع حته وقعه في حفره عايزين مصر كلها تشدنا منها. فبالتالي انا خلاص ابقى شاطر كده وعارف نفسي، عارف ان انا واحد مليون مره وقعت في الحفره دي قبل كده بسبب ان انا بحط هدف كبير وما بحققوش والدنيا بتبوظ مني. يبقى انا هحط السنه دي هدف بسيط، ولو انتوا تعرفوا تبسطوا عن كده بسطوا عن كده. انا الفيجن بتاعتي خلال 5 سنين، العمر بيعدي كده والخمس سنين هيعدوا كده، فما تستبطئوش المده. وال100 فيديو بتاع السنه او الليفل الكامل بتاع السنه، ما تعرفش السنه اللي جايه ممكن يحصل لك ايه لما تلاقي نفسك انت نجحت السنه اللي فاتت وحققت كل اللي انت عايزه ولقيت تغيير فعلا ملموس. السنه اللي بعديها الدفعيه بتاعتك تزيد. انا ما تعرفش، انت بس تاخد السنه ال3 كوارترات او ال3 كوارترات الباقيين في السنه تشتغل فيهم بالطريقه دي. صدقني ربنا هيفتح عليك ايوم فتح. بس احنا اول حاجه نصغر الخطوه على الاخر. اي خطوه عندي تجاهها مقاومه شديده صغرها على الاخر لحد ما تبقى هي مش صعبه، هي سهله قوي، فاعملها. 2، عايزين نبقى من اصحاب التغيير البطيء، التغيير اللي ماشي على نار هاديه، عشان ده اللي بيوصل في الاخر.